مكرونة بالبشاميل وبطلت تاكلها لأنها دسمة ومحرمة في الدايت؟ ايه رأيكم نعملها سوا بطريقة صحية؟ أنا ساندي العسال وده ABC تغذية. هذا الفيديو برعاية إليت للترجمة، وكالة ترجمة معتمدة بالمملكة. لو طبقنا الهيلثي لايف ستايل في حياتنا مش هيكون عندنا أي حرمان، لأن الدايت مش حرمان. فممكن تاكل عادي المكرونة بالبشاميل، بس هنعمل عليها شوية تعديلات. أول حاجة إننا مش هنسلق المكرونة للآخر، لأننا كل ما بنسلقها أكتر بنزود الجلايسيميك اندكس بتاع الوجبة، فبترفع سكر الدم أسرع. تاني حاجة هنعمل البشاميل على البارد بدون دهون. هنقلب الحليب مع الدقيق على النار لغاية ما يبقى سميك. تالت حاجة هنختار لحم مفروم قليل الدسم عشان كمان نقلل الدهون. رابع حاجة إننا ممكن نضيف خضار للحمة المفروم زي جزر مبشور أو فلفل أخضر أو ألوان عشان نزود القيمة الغذائية. ولو نفسك تضيف جبنة كمان مفيش مشكلة، ممكن تضيف كمية صغيرة والجبن قليل الدسم. وبعد كده هناخد بالنا إن كل 4 معالق من المكرونة بحصة كارب، فلو أخدت قطعة حجم كف اليد بدون أصابع فكده أخدت 3 حصص من الكارب. فالهدف من الهيلثي لايف ستايل هو الاستمرار، فغير طريقة أكلك وما تحرمش نفسك عشان تستمر. لو استفدت من الفيديو بليز لايك وشير للفيديو، وإذا عندكم أي أسئلة اكتبولي في التعليقات.